أمورنا وفرج بها همومنا وكشف بها همومنا وغفر بها ذنوبنا وقل بها جيوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وكسر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها لسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن قلبنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي ظهورنا وحشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وذكر بها يا رزي موازينا حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلهم وتاوينا إلى جواله الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولما هو فمتينا اللهم بداره برحمته وثبت قلوبنا على محبته واستعنا على سنته وتوفنا على ملته وأشرنا في دورة نازيته وحزبه المفلحين وانفعنا بمن روت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنينا فأولدنا عوده الأصفى واتنا بكاسه العوفى ويسر علينا تجارتها على مكرمته صلى الله عليه وسلم من قول أن تبيتنا وأدم علينا إقامتها بحرم مكرمته صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوبا اللهم إنا نستشفع به إليك إذ نعوده بشفاء إليك ونصر به عليك إذ عظم المصر بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوصايا إليك نشكو إليك يا ربي كسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وذل أعمالنا وفساد أعمالنا وتناسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فني والمشتكى إليك أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل بسناتنا ولا تجعلنا إلى غيرك يا ربنا اللهم إلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم لا تنصر ولا تبدلنا وببعضك نبيه ولا تدبرنا وإياك نسأل ولا تكيبنا اللهم ارحم تربنا وآمن قومنا وتقبل أعمالنا وأسرنا وولنا واجعل من هذه كشفتاننا وإلى الخير معالنا وأعجب بزيادة أعمالنا وكتب بسرعة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يكفى عليك أمرتنا ودركنا ونعيتنا فذكرنا ولا يسونا إلا عفوك فأفعلنا ولا يسونا إلا عفوك فأفعلنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين.